في البداية صديقي الصدوق ما تنساش تحط لايك للفيديو وتعمل اشتراك للقناة وتفعل كمان الاشعارات عشان توصلك انمياتنا اول ما تنزل. ويلا نبدأ. ده هو ايو، شاب عنده 16 سنة بس نينجا. الواد ما شاء الله اصغر شخص حصل على رتبة التلميذ المقدس، ودي اعلى رتبة في الامبراطورية، لكنه للاسف اتحكم عليه بالسجن لمدة سنة كاملة عشان حرر ساحرة مسجونة وخالف النظام. وبنشوفه بعد انقضاء السنة سجن بتاعته بيستعد للخروج، وبيقول له احد الاشخاص على هيئة صوت: انت ايو الجندي اللي سقطت عنك رتبة التلميذ المقدس بسبب ارتكابك جريمة تهريب احدى الساحرات. فبيقول له ايوه. فبيقول له دلوقتي هيتم الافراج والعفو عنك، بس ده لو نفذت مهمة في ساحرة نجمية من اعدائنا انت لازم تقتلها. بس خلي بالك لانها مش اي ساحرة، دي من السلالة النقية لسحرة نابلس العظماء، ودول السحرة اللي دمروا الامبراطورية بتاعتنا زمان وخلوها جحيم. والساحرة دي هي أليس ساحرة الجليد. وبيديله سيفين كده وبيقول له اللي انت عايزه قول عليه. فبيقول له ايوه انا عايز اضم 3 اشخاص لفريقي في المهمة دي. وبعد كده بيخرج اخيرا وبيقابل ال3 اشخاص دول، وهم اصحابه جين ونيني، والقائده بتاعتهم مسمس. وبتقول له مسمس اخيرا بعد سنه كامله من الغياب عادت وحده قوات الدفاع الخاصه للجنس البشري N70 للعمل، وبيركب الرباعي عربيه عشان يتجهوا لمكان المهمه. وبيعرف ايو زمايله عن الساحره المستهدفه. فبتقول له مسمس يا نهار اسود ومهبب، ساحره الجليد بجلاله قدرها يلا، دي يقال عنها انها اقوى ساحره نجميه في التاريخ. فبيقول جين هي المهمه صعبه فعلا، بس احنا عندنا ميزه ما حدش يعرف اي معلومه خالص عن مدى قوه ايو، يعني بالبلد كده صديقي الصدوق هيلعبوا على عنصر المفاجاه. وبتقول مسمس لايو بس انت لو فشلت في المهمه دي ممكن. فبيقول لها بس يا بوما ما تفوليش في وشنا بقى، انا ما صدقت خرجت من السجن وخدت الفرصه. وبعد كده بيوصلوا لمقر القوات الخاصه وبيلاقوا مفاعل نووي ضخم جدا، وبنعرف ان الامبراطوريه بتبني المفاعل ده عشان يصدوا هجمات السحرة النجميين بتوع نابلس. وبعد كده بيكملوا طريقهم، بس فجاه بيحسوا بحاجه فبينطوا من العربيه، وفجاه بتتشقلب العربيه بسبب سحر ارضي. وبعدها على طول بيهجم عليهم العدو بسحر ناري قوي جدا، لكن بيطلع ايو سيفه وبيصد الهجوم بسهوله. وبيطلع منفذين الهجوم 2 سحرة نجميين، بس المصيبه ان بيظهر من تحت الارض عشرات السحرة النجميين اللي كانوا متخفيين. بس الشله بتاعتنا مش عيال هفق برضه، فبتهاجم منين شويه سحرة، وجين بيتسلى بالشويه التانيين. وبيروح ايو طرع جوز السحرة اللي هجموا عليهم في الاول. ولو بتسال صديق الصدوق مسمس عملت ايه، لا الاخت كانت عماله تشجعهم وبتقول لهم عاش يا شباب، دي دماغها في المسمس خالص صديق الصدوق. بس في اللحظه دي بيظهر وحش حجري عملاق من تحت الارض، وبتكون في ساحره نجميه شكلها قويه كده هي اللي بتتحكم فيه. وبيهجم الوحش على الشباب، بس بيقطع ايو دراعه بالسيف المدمر بتاعه. فبتتصدم الساحره جدا من قوته، وبيقول ايه لاصحابه طيروا انتوا من هنا واطلبوا الدعم وانا هقتلها. وبالفعل بيمشوا وبيدور قتال قوي جدا بين ايو والساحره. وبتقول له انت قطعت ايده بسهوله كده ازاي، انت قديس ياض. فبيقول لها ايو هقول لك لو قلت لي ساحره الجليد فين. فبتتعصب وبتقول له اكتم يلا، ده انا اقطعك كده لو بصيت لها بس. لكن الاخت غرور العظمه عندها ودها في داهيه عشان ايو هجم عليها وحط سيفه على رقبتها. وبيقول لها ها قولي بقى فين ساحره الزفت الجليد. فبتقول له اقتلنا احسن لان مش هقول اي معلومه لكلاب الامبراطوريه. وبتحاول تهرب لكنه بيوقعها على الارض وبيثبتها، بس فجاه بتيجي ساحره ذات هاله قويه جدا فبيبعد ايو. وبتقول الساحره سيدتي اليس. فبيقول ايو انت بقى ساحره الجليد. فبتقول له اليس ايوه وهرمي عليك السلام باسلوبي كمان. وبتقوم عامله سحر كارثه الجليد اللي بيجمد المكان كله حرفيا. فبيتصدم ايو وبيترعب من قوتها. وبتقول الساحره اللي اسمها رين لاليس خلي بالك عشان السيف بتاعه قوي جدا وبيدمر السحر النجمي. فبتقول اليس لا تقلقي هعمل منه ايس كريم دلوقتي. وبتقول تحطم فبيتدمر المفاعل النووي. فبيتصدم ايو وبيقول لها بقى دي خطتك من البدايه. فبتقول له انت مين يلا وازاي انت مش قديس وقدرت تتغلب على رين. فبيقول لها ما علينا انا جاي اقضي عليك وبس. فبتقول له تقضي عليا طب احسن لك بقى تستسلم حالا بهدوء بدل ما اجمدك بالحياه. لكنه بيرفض وبيهجم عليها. فبتطلق عليه سيوف جليديه كتير وبيفضل يتفاداها، بس من كترها بتسيبه في كذا حته في جسمه. فبتتريق عليه وبتقول له ده كل اللي عندك يا حالتها. فبيقول لها لا يا حربوقه. وفجاه بيستخدم سيفه وبيطلق عليها سيوف كتير زي هجومها بالظبط. فبتتصدم رين وبتقول له انت مين ياض وازاي بتستخدم نفس السحر النجم بتاع ساحره الجليد. فبيقول لها دي قوه السيف مش انا والله. وبينزلوا في بعض جلده حرفيا بس محدش بيهزم التاني. وبتطلع اليس تقف فوق تل جليدي كده وبتتكلم معاه. بس فجاه صديق الصدوق بيحصل اعبط مشهد في تاريخ الانمي دلوقتي، اليس رجلها بتفلت من على التل وبتقع. فهل بقى بيروح ايه ويستغل الفرصه ويقتلها؟ لا ازاي، الواد الجنتلمان بيمسكها وبيشيلها قبح كمان وبيقول لها انت كويسه. فبتقول له جت سليمه شكرا ليك. وبعد الفيلم الهندي اللي حصل ده بيتحرق جوز الهبل دول من بعض. وبتقول اليس لايو فلت انت المره دي بس المره الجايه هدشملك يلا. وبتستدعى فرخه من سلاله ديناصور تقريبا بحجمها ده وبتركب عليها هي ورين وبيطيروا من المكان. وبتكون اليس متضايقه من اللي حصل فبتقرر تروح الاوبرا تفك عن نفسها شويه وبتفضل تبكي على المسرحيه. فبتكون محتاجه منديل فبيديها شخص قاعد وراها منديل. ولما بتخلص المسرحيه النور بينور في الاوبرا فبتبص اليس للشخص ده عشان تشكره وترجع له المنديل. والمفاجاه ان الشخص ده بيطلع
فبيطلع ايو سبحانه ده انتوا غلبتوا الهنود كده يا جدع. وطبعا بعد الصدفه المضحكه دي بياخدوا الاتنين الصدمه بقى، وبتقول اليس انت بتلحقني يالا ولا ايه يا ابن الذين يا منحرف، انا هخلص عليك دلوقتي. ولسه هتستخدم سحرها عليه بس بتمنعها رين، وبتقول لها فوق ياما احنا في المدينه المحايده يعني القتال محظور. فبتتراجع اليس عن قرارها وبتقول لها عندك حق، لو هاجمت كل المدن المحايده هتتجمع ضدنا وهتبقى مدعكه يا شقيق. وفجاه بتقول لي ايوه نهارك ابيض يا غالي. فبيقول لها تسلمي لي يا غاليه. وطبعا بتكون رين مستغربه من الموقف ده وبتقول لها انتوا بتعملوا ايه. فبتتحرج اليس وبتقول لها لا ده تصرف لا ارادي مفيش حاجه بينا. هي كده معقوله شويه يا فنانه. وبعد كده بتروح اليس ورين مطعم عشان يتغدوا، بس بيلاقوا كل الترابيزات محجوزه على حظهم. فبتقول لهم الجرسونه ممكن تشاركوا ترابيزه مع حد، فبيوافقوا وبتاخدهم لترابيزه صاحبها لسه ما جاش. وبعد دقايق بيجي صاحبها، وطبعا مش محتاج اقول لك صديق الصدوق بيطلع ايوه عشان الفيلم الهندي ده يكمل. فبتاخد اليس الصدمه مره تانية وبتقول له لا ده انت مستقصدني بقى يا فنان. فبيقول لها انا اللي حاجز الترابيزه اصلا يا اتنشن. وطبعا مش بتقدر ترد وبتقعد زي الجزمه القديمه. فبتقول لها رين تعالي نمشي عشان ممكن يطلع الواد ده عامل لنا فخ. فبتقول لها اليس لو مشينا هيبان اننا خايفين يا بت اسكتي. وبتيجي الجرسونه تسالهم هتطلبوا ايه، فبيقولوا نفس الوجبه والمشروب وكل حاجه في نفس الوقت، لا تخرج قبل ان تقول سبحان الله صديق الصدوق. وبيقعدوا الاتنين يروا عن اكلاتهم المفضله وهم منسجمين جدا ولا كانهم كانوا هيقتلوا بعض امبارح معرفش ازاي. وبالليل بيحلم ايوب بنفسه وهو صغير وفي وحوش بتهجم عليه، وفجاه اتدخل شخص قتل الوحوش وانقذه، والشخص ده يبقى اليس. حتى في الاحلام صدف برضه، ارحمونا بقى يا جدعان. وتاني يوم بيكون ايوب واصحابه بيتدربوا وبتيجي واحده تزورهم، وبتكون دي مستشاره عليا لقوات الدفاع الخاصه واسمها ريسا. وبيسالها جين جايه ليه النهارده، فبتقول له وحدتكم هتكون تحت قيادتي في المهمه الجايه. وبتروح اليس تتكلم مع امها ميلا، واللي بتسالها انت اتقاتلت مع جندي امبراطوري قوي زي القدسيين صح؟ فبتقول لها اليس ايوه في مشكله ولا ايه؟ فبتقول لها شايفه اللي فوق دي المؤسسه اللي بدات سلاله نبوس النقيه منها، وهي لسه عايشه لكنها نايمه في البلوره دي. بس مؤخرا البلوره بدات تتكسر لما اتقاتلت مع الجندي الامبراطوري. فبتستغرب اليس وبتقول لها اشمعنى ده حصل؟ فبتقول لها القوه النجميه بتتفعل لما يكون مضيفها في خطر، وتقريبا كده ده حصل مع المؤسسه كعلامه على استيقاظها. فبتتصدم اليس جدا وبتامرها امها ما تتقاتلش مع ايو خالص لحد ما يعرفوا هويته عشان القوه النجميه لسه حواليها الغاز كتير جدا. وبتكون اليس متوتره فبتقرر تروح المعرض الفني. واول ما بتوصل المدينه المحايده كالعاده للمره المليون بتقابل ايو، فبتتصدم وبتقول له لا كده كتير بجد. فبيقول لها انا ماليش دعوه روح اتفاهم انت بقى مع الكاتب. وبيعرض عليها يروحوا المعرض الفني سوا. فبتقول له انت اتجننت انا اميره نيبلوس وانت حته جندي امبراطوري. فبيقول لها جرى ايه يا وليه ما كلنا ولاد 9. فبتقول له تصدق اقنعتني يلا بينا. وبيروحوا فعلا يتفرجوا على لوحات سوا، وبعد كده بيقعدوا يشربوا مع بعض. وبينام ايو من كتر الارهاق على كتف اليس وهي بتتحرك بقى وسكيت وكده. وتاني يوم بنشوف ايو واصحابه قاعدين في المقر بتاعهم، وفجاه بتتصل بيهم ريسا فيديو كول وبتقول لايو تعالى هنا. فبيقول لها هنا فين؟ فبتقول له مقر المجلس الامبراطوري. فبيروح ايو وبيقول له صوت كده زي اللي كان في البدايه بالظبط، انت طلعت جوهره مخفيه ياض يا ايو، قدرت تواجه ساحره الجليد لوحدك وترضعها كمان. فبيقول له ايو بس انا ما قدرتش احمل المفاعل النووي. فبيقول له انت مهمتك كانت رضع ساحره الجليد مش حمايه المفاعل اصلا، بس دلوقتي مهمتك الجديده هي القبض عليها واحضارها للامبراطوريه. وبيفضل ايو يفكر في اليس وبيكون تقريبا اعجب بها كده. فبيتصل بمسمس يطلب منها اجازه بكره من التدريب لانه عايز يروح المدينه المحايده يتكلم مع شخص ما. فبتقول له انها موافقه بس بشرط انها تروح معاه. وعلى الجانب الاخر برضه بتكون اليس عماله تفكر في ايو، وبتيجي رين تقول لها انا عرفت هويه ايو ده يبقى التلميذ المقدس وهو اصغر شخص خد الرتبه دي. فبتتصدم اليس جدا وبتقول امال انا ما عرفتوش ليه؟ فبتقول لها رين عشان ما شاركش في اي قتال بالرتبه دي لانه بعد ما اترقى على طول اتسجن واتسحبت منه الرتبه. فبتسالها اليس عن السبب، فبتقول لها حرر ساحره نجميه مسجونه من ورا الامبراطوريه. فبتتصدم اليس اكتر وبتقول لها انا مش فاهمه دماغه، وبتطلب من رين تبحث عن هويه الساحره اللي حررها دي. وبعد كده بتيجي ميلا وبتقول لاليس انت وقعت في حب الجندي ده ولا ايه يا بت؟ انا عايزه بس افكرك ان الامبراطوريه كانت بتضطهد الساحرات وتقتلهم، فاوعي تنسوا ان جندي منهم واحنا هدفنا القضاء على الامبراطوريه. وبعد كده بتمشي. فبتتعصب اليس وبتنادى على رين، فبتقول لها خير يا اختي. فبتقول لها اليس انا عايزه بكره اروح المدينه المحايده عشان اقابل ايو واعرف نواياه الحقيقيه. وبالفعل تاني يوم بيروح ايو مع مسمس واليس ومعها رين للمدينه المحايده، وبيتقابلوا بالصدفه رقم 200000. وبعد كده بيروحوا مكان صحراوي معزول عشان يتكلموا. وبتقول اليس انت الجندي اللي اتحبس قبل سنه بتهمه مخالفه النظام لانك حررت ساحره كانت محبوسه؟ فبيقول لها ايوه. فبتساله ليه؟ فبيقول لها كانت لسه صغيره وعندها 12 سنه بس الامبراطوريه بتحبس اي ساحره وخلاص وانا ما عجبنيش ده. فبتقول له انت متناقض يا ابني، حررت ساحره وفي نفس الوقت عايز تقبض عليا وانا ساحره؟ فبيقول لها ده مش تناقض، انا هدفي واحد في المرتين وهو تحقيق السلام، انا عايز انهي الحرب فقررت اقبض عليك كرهينه لانك ساحره من سلاله نيبلس النقيه، وبالتالي مملكه نيبلس هتضطر
توقع معاهدة سلام مع الامبراطورية عشان تنقذك. فبتقتنع أليس بكلامه وبتقول له كلام جميل، بس انت بتحلم، مش هتتحرك خطوة واحدة بس حتى لو مت، ففكرة السلام دي مش هتحصل، بس انا مبسوطة ان في جندي امبراطوري مش همجي كده زيك، فمن موقع هذا بعرض عليك تشتغل لصالحي. فبتتصدم رين وبتقول لها انت بتقول ايه؟ هتودينا في داهية الله يخرب بيتك. فبتقول لها اسكت انت، انا هتصرف لما نرجع. وبتقول لايو انت هتنضم للمملكة وهيتم محو اي علاقة ليك بالامبراطورية. بس قبل ما ايو يرد بيحصل زي زلزال كده في المكان، وفجأة بتظهر من السماء المؤسسة دي شكلها هتولع صديق الصدوق. وبيتصدم ايو جدا لانه كان مفكر ان المؤسسة ماتت في الحرب زمان قبل 100 سنة. وبتقول المؤسسة الهلاك للامبراطورية وبتطلق هجوم عنيف جدا عليهم، بس لحسن الحظ محدش بيتصاب غير مسمس التعبانة دي. وبيقول ايو لأليس هي مش حليفتكم الولاية دي؟ فبتقول له رين احنا كنا بنقول عليها مؤسسة عشان كانت اساس سلالتنا، لكن احنا مش حلفاء معاها ولا زفت. وبتروح أليس تقول للمؤسسة ارجوكي اوقفي اللي انت بتعملي ده. فبتقول لها المؤسسة بجنون العظمة بتاعها حتة ساحرة بتأمرنا انا؟ طب والله لدمرك مع الامبراطورية يا خاينة. وبتطلق عليها هجوم قوي جدا، بس في اللحظة الأخيرة بتتدخل رين وبتصد الهجوم، لكن بيكون الهجوم قوته النجمية مدمرة فبتتصاب رين. فبيقول ايو المسمس خد رين لأقرب مستشفى نجمية، فبتوافق وبيطلع السيفين بتوعه وشكله كده هيدمر المؤسسة. فأول ما بتشوفهم بتقول دي سيوف كروس. فبيتصدم ايو وبيقول لها انت تعرفي معلم ازاي؟ فبتقول له مش مهم، المهم اني هقتلك يلا. وبيبدأ القتال بين المؤسسة من جانب وايو وأليس من جانب آخر، وبيكون قتال شرس جدا. فبتستخدم المؤسسة سحر اللهب بتاعها، لكن أليس بتصد بقوة الجليد، وايو بيستغل الفرصة وبيروح يهاجم، وبيقدر ايو يضربها ضربة اسطورية يقطع أجنحة المؤسسة. وبيقول لها ارجعي نامي تاني بقى، نامت عليك حيطة يا بعيدة. فبتقع المؤسسة وبترجع في السبات العميق بتاعها. وبيقول ايو لأليس بالنسبة لعرضك فانا هرفضه لاني مش حابب اكون في صف نيبلوس ابدا. فبتقول له تمام، يبدو اننا هنفضل اعداء للاسف. وبعد كده بنشوف ايو واصحابه بيلعبوا في كازينو كده، وبنعرف ان دي اخر اجازة ليهم لان الوحدة بتاعتهم هتبقى تحت قيادة ريسا. وبتقول مسمس وهي قلقانة شكل المهمة الجاية دي هتكون صعبة جدا، دي اول مرة ريسا تدينا اجازة طويلة كده. فبيقول لها جيم ما تقلقيش، لو مكتوب لنا نموت في المهمة دي هنموت. الله عليك يا فنان، بيفكرني بنفسي لما وصي حد. وبيسأل ايو مسمس واشمعنى جايين الكازينو ده؟ فبتقول له عشان افوز بالجائزة الكبرى. فبيسألها جين ليه بقى؟ فبتقول له عشان نفسي اشتري دبابة ميركافا احدث اصدار، وهتنفعنا برضه لو حصل اي هجوم هنهرب بيها. فبتدعمها نيني وبيتفقوا انهم يلعبوا لحد ما يفوزوا بالجائزة الكبرى. وبالصدفة كالعادة بتيجي أليس ورين لنفس الكازينو، وبتقعد أليس تلعب لعبة كده وبتفوز بالجائزة الكبرى من اول محاولة. فبيتلم الكل حواليها ومن ضمنهم نيني اللي بتكون مبهورة جدا، وبتقول يا ريت كنت فزت بالمبلغ ده عشان نجيب الدبابة. فبتشفق أليس عليها وبتقول لها خد الجائزة انا كده كده مش محتاجاها. فبتفرح نيني جدا وبتشكرها على كرمها ده، وبتروح لاصحابها وبتقول لهم على اللي حصل. فبتفرح مسمس جدا وبيسألها ايه عن البنت اللي اديتها الجائزة، فبتوصف له شكلها فبيبتسم وبيقول حتى هنا كمان، يعني طبعا هو عارف انها أليس مش محتاجه اقول لك صديق الصدوق. وبعد كده بتتمشى أليس وبتلاقي محل القرايه الطالع، فبتروح له. طبعا الحاجات ده هبل وحرام صديق الصدوق اوعى تنسى. المهم بتقول أليس للدجاله في شاب اصغر مني بسنه عايز اعرف انا هقابله تاني امتى. فبتحط الدجاله شويه ورق كده وبتقول لها الشاب ده دايما جنبك وهتشوفيه قريب، والشيء الغريب ان في رابطه قويه جدا بينكم مستحيل تتكسر. وبعد كده بتمشي أليس مع رين، وسبحان الله بيجي ايو فبيدخل لمحل قرايه الطالع هو كمان، وبيسأل الدجاله نفس سؤال أليس، فبتقول له نفس الكلام بالظبط. وبعد كده بتتكلم ريسا فيديو كول مع الشله بتاعتنا، وبتقول لي مسمس قريت تفاصيل مهمه الشهر القادم؟ فبتقول لها ايوه. فبتقول لها انساها يا روحي. قامت مسمس واخده الصدمه بقى، وبتعرفهم ريسا ان في مهمه جديده عاجله هيتكلفوا بيها. وبتقول طبعا عارفين ان الساحره العظيمه لسلاله نيبلوس اتولدت من الدوامه، ودلوقتي بقى اكتشفنا ان جراف للقوه النجميه ادى لوجود دوامه جديده، ولو العائلات الملكيه عرفوا هيحاولوا يدخلوها عشان يولدوا ساحره عظيمه جديده. فالمهمه بتاعتكم هي ايقافهم من عمل كده. وعلى الجانب الاخر بتروح رين تعرف أليس بخصوص الدوامه دي، وبتقول لها لازم نروح هناك عشان الامبراطوريه بعتوا قوات عندها. وتاني يوم بتتجمع الشله بتاعتنا مع باقي وحدات الجنود اللي في الجيش الامبراطوري، وبيجي القائد نم ببدله تمويه بصري مغطيه وشه وجسمه بالكامل، وبيكون شخص قوي جدا لانه جه مخصوص من وحده الاغتيال الخاصه بالامبراطوريه. وبيقول نم مهمتكم 3 حاجات، اولا حمايه الدوامه قبل ما السلطه الحاكمه تسبقكم، ثانيا تدمير الدوامه لو فشلتوا في حمايتها، ثالثا محدش يعترض طريقي لاني هدمر السحرة النجميين بتوع الخصم. وفي نفس الوقت بتكون أليس بتستعد عشان تروح للدوامه هي كمان، وبتروح فعلا لمكان الدوامه هي ورين. بس فجاه بيجي شخص مقنع ومعاه اميره اسمها كيش، وبيقول المقنع لكيش دي قريبتك أليس لكنها بتخاف كده. فبيقول فهمت، كنت لسه صغيره وقتها. وبيقول لأليس امشي انت واحنا هنحمي البوابه. فبتقول له انت عايز تقنعني انك مع البنت دي هتقدروا تقفوا قصاد الجيش الامبراطوري؟ فبيقول له البنت اللي مش عاجباك دي قوتها النجميه جباره، دي ممكن تتفوق عليك كمان. لا مش للدرجه دي، هدها يا ابو الشباب مش كده. فبتقول له انتوا عايزين تشنوا
حرب ضد الامبراطوريه ولا ايه؟ فبيقول لها اه طبعا، ده هدف اي ساحر نجم في الحياه. وعلى الجانب الاخر بتشوف الشله بتاعتنا ضوء قوي جدا قوته النجميه مهوله، فبيعرفوا انه طالع من الدوامه وبيقرروا يروحوا عنده. بس فجاه بتيجي وحده قوات تانية بقياده نورو، فبتروح مسمس تسلم عليها لانها صاحبتها. بس بتحصل حاجه صادمه جدا غير متوقعه، نورو طلعت ساحره نجميه هي وزمايلها في الوحده، بس كانوا متخفيين. وبتقول لمسمس ده كان فخ عشان نمسككم يا جنود الامبراطوريه ونقضي عليكم. فبتتصدم مسمس وباقي الشله وبتخنق نورو مسمس وبتصعقها بسحر البرق بتاعها. بس في اللحظه دي فجاه بيقول حد ابتعدوا عن الطريق، وبيرمي سكينه على احد اعضاء وحده نورو وبيقضي عليه. وبيقول كمان وحده ان 40 اتشهدوا على روحكم، وبيقضي على العضوين الباقيين. وبيظهر الشخص ده من اختفائه وهو القائد الاسطوري نيم. وبيقول لنورو انت مفكر اني ما كنتش هلاحظ وجود خاين يا روح خالتك؟ فبتقول له بس مش هتعرف تقبض عليا. وفي اللحظه دي العضو اللي مات اول واحد صحي، معرفش ازاي بس وماله، هنعدي الهبده دي ما جاتش عليه يعني. المهم بيستخدم سحره كتمويه، فبتهرب نورو وهي خاطفه مسمس وبتروح تسلم مسمس كرهينه لأليس. فبتتصدم جدا لانها افتكرت ان دي قائده ايو، ومسمس هي كمان بتفتكر وبتقول انا شفتك قبل كده انت. بس في اللحظه دي بتيجي المسخره رين تديها القضيه قبل ما تفضحهم، وده طبعا عشان ما حدش يعرف ان أليس كانت بتقابل ايو في المدينه المحايده. وبتطلب ايس من نورو تعرفها موقع تختيم الجنود الامبراطوريين، وبالفعل بتروح هي ورين عشان دي فرصه انها تتقاتل مع ايو. بس في الوقت ده بيطلق الجيش الامبراطوري صواريخ على مقر الدوامه عشان يقضوا على الصحراء النجميين. وبيروح ايو ينقذ مسمس، فبتهجم عليه نورو لكنه بيصد هجومها بسيفه. فبتتصدم جدا وبتقول له ازاي صديت السحر البرقي بتاعي. بس بتقطع كلامها كيش اللي بتيجي وبتقول الاشواك بتبيد كل شيء، وبتستخدم سحر الاشواك على احد الصواريخ فبيختفي بدون اثر حرفيا. لا شكل المقنع طلع عنده حق، وبيتصدم وبيترعب ايو من قوتها دي. وبعد كده بتبص له كيش وبتقول له اباده الجنود الامبراطوريين. فبيقول ايو يا نهار اسود استخبي يا مسمس عشان شكلنا كده هنتدشمل. وفي الوقت نفسه في معركه لا تقل شراسه صديق الصدوق، وهي بين أليس ورين ضد القائد المغتال نيم. بس بنرجع لكيش اللي بتطلق هجوم الاشواك المدمر بتاعها على ايو، لكنه بيتفاداه وبيفضل يدمر الاشواك بسيفه القوي جدا. فبتتصدم كيش وبتقول له دي حاجه مفاجاه جدا ليا، حس كده بقى انا هحرر قوتي الكامله. وفجاه بيظهر الصاروخ اللي اختفى من شويه ده، وبتقول لايو اختفي يالا، وبتطلق الصاروخ عليه. البت الجلاده ده صديق الصدوق. وبنسيبهم وبنروح لنيم اللي بيهجم على أليس، وبيستخدم قدرات التخفي بتاعته لكنها بتصد هجومه بالعافيه. فبتتعصب وبتقول له انا قللت منك بس دلوقتي هدشملك يالا. وبتطلق اقوى ضربه سحر جليده عندها اللي بتجمد المكان كله، لكن نيم بيكون هرب لانه مش قدها. فبتمشي أليس وبتلمح الانفجار في مقر الدوامه، فبتتصدم جدا. وبعد ما الصاروخ بينفجر بتقول كيش تمت الاباده، لكن فجاه بيظهر ايو من غير ما نعرف نجا ازاي وبيقول انا لسه عايش يا اختي. فبتتصدم كيش جدا وبتتعصب مع انها هاديه وبتحرر تنين الاشواك. بس على مين بقى؟ وربنا لو حررت الجن الازرق ايو مش هيموت. وبالفعل بيقدر ايو يفلت من التنين بكل سهوله سبحان الله، وبيروح وسط الاشواك يضرب كيش في بطنها ضربه خفيفه كده فبتفقد الوعي. وبعد كده بيجي المقنع من ورا ايو وهو متخفي وبيطعنه في بطنه بالسيف، وبياخد كيش وبيروح كمان يشوط مسمس في الدوامه وبيختفي. انا عندي سؤال بس صديقي الصدوق، هو ازاي مسمس دي بقت قائده وهي لا قوه ولا ذكاء وكل شويه بتتهان كده؟ ما علينا. المهم بينط ايه ورا مسمس على طول، وسبحان الله للصدفه المليار بتيجي أليس تنط وراهم هي كمان، وبتقول له ايه هنقذكوا بس بشرط هقتلك لما نخرج من هنا. فبيقول لها ماشي، وبالفعل بتستخدم سحرها بس بيحصل جليتش كده فبيخرج كل طرف من الدوامه في حته بعيده عن التاني. وبعد كده بتقعد المصفوعه من الكل مسمس تعتذر لاصحابها وبتقول لهم انا قائده سيئه جدا حقكم عليا. فبيقول لها جين لا عادي، انت بس اتخدعتي من جاسوسه ساحره وكنت هتموتي في الدوامه ومعاك الواد الغلبان ايو لولا ان حد انقذكم. حاجات بسيطه يعني مش حوار، جلد ساخر بس من الاخر حرفيا صديق الصدوق. وبعد كده بتيجي ريسا وبتقول لهم سلام عليكم انتوا عندكم مهمه سريه وهي اختراق مملكه نيبلس والقبض على الملكه. فبيقول جين انت بتهزري جامد قوي يا فنانه والموضوع مش مضحك خالص. وبيقول ايه حصل انا متعود على مهمات غير منطقيه بس مش مستحيله كده. فبتقول له لا انتوا شطار وحلوين وهتقدروا. فبيقول لها جين وماله، طب هنخترق المملكه بقى ازاي يا اختي؟ فبتقول له في طريقه سهله لاختراق المملكه بس مش هقول لكم دلوقتي، استنوا 3 ايام لما ننهي كل الاستعدادات وهتعرفوا. وفي نفس الوقت بتكون أليس ورين في المدينه المحايده لان أليس عايزه تلاقي ايو وتقاتله باي طريقه. فبتطلب من رين ينفصلوا ويدوروا عليه. فبتقول رين في نفسها انت المفروض تركزي لان الفتره الجايه انتخابات نيبلس والمفروض تكوني ملكتنا مش تروحي تجري ورا جندي امبراطوري. انا هقطع القدر اللي بينكم وهقضي على ايو. وبنرجع لمسمس اللي بتكون حاسه بألم في كتفها فبتقلع القميص عشان نيني تعالجها، بس بنشوف حاجه صادمه بيلاقوا على كتفها علامه السحر النجمي فبيتصدموا جدا كلهم. وبتحاول مسمس تنكر ده بس بيهديها ايو وبيقول جين تقريبا كده لما كنت في الدوامه في روح نجميه دخلت جواكي
كمضيفة وبقيت ساحرة. فبتتصدم وبتقول وهي منهارة انا بقيت ساحرة؟ انت زعلانة ليه يا فنانة؟ ده كده هيبقى ليكي لازمة اخيرا. وبتقول نيني احنا لازم ندار عليها عشان لو الامبراطورية عرفت هيتم اعدامها. فبيقول ايه المسمس سلمي نفسك ومش هيتم اعدامك، واحنا هنحاول نخفف الحكم عشان ما تتسجنيش وتبقي بس تحت المراقبة او ما تعرفيش حد بخصوص العلامة دي، واستمري في مكانتك كقائدة لينا، القرار ليكي. فبتقول بس لو اتكشفت هتكونوا في ورطة. فبيقول جين بره عنك انت بقى، اختار اللي يريحك واحنا معاكي، وربنا ما حد هيوديكوا في داهية غيرها يا فنان. المهم بتختار مسمس تفضل قائدة ليهم فبيدعموها. وتاني يوم بياخد ايو مسمس للمدينة المحايدة عشان تفك عن نفسها، وهو بيقعد يقول لها كلام ايجابي زي انها هتفضل بخير ومش هيحصل حاجة وحشة ليها، وان هو وجين ونيني هيفضلوا جنبها دايما. فبتتأثر جدا بكلامه وبتشكره وبتروح تجيب عصير يشربوه. وفي اللحظة دي أليس بتكون معدية بالصدفة اللي ما بقتش صدفة خلاص، فبتشوفه وبتصدم جدا وبتقول له اخيرا يا جدع انا كنت بدور عليك بقالي كتير، الحمد لله انك بخير، كنت قلقان عليك قوي. بس الوهله كده بتفتكر انها عدوته والانمي مش رومانسي وربنا. فبتقول له احم قصدي بتعمل ايه هنا؟ فبيقول لها حوار كده حصل في الفريق بتاعي وجاي افكر فيه. فبتقول له طب احكي. فبيقول لها احنا اعداء ياما فوقي. فبتقول له يا عم عادي اعتبرنا اصحاب دلوقتي، وبتقرب منه كده. فبتجرين وبتقول لها انت متلزقه في كده لابت. فبتتحرج وبتقول لها وربنا ما انا ده هو. فبيقول لها ايوه انا مين؟ انت هتتبلى عليا يا بت يا بنت اللذينه. بس بتفض رين الحوار وبتبدا يقع عصير يشربه، لكن الحربايه دي طلعت حتى فيه منوم. فاول ما بيشرب بيفقد الوعي. فبتتصدم أليس وبتقول لها ايه ده يا رين؟ فبتقول لها عملت كده عشان يفكر انك شريره فيبطل يتكلم معاكي. وطبعا أليس مش بيعجبها كده، بس رين بتفكس لها وبتخطف ايو ولسه هيمشوا، لكن بتيجي مسمس واول ما بتشوف ايو مخطوف بتتعصب فبيتفعل سحرها النجم وبتهجم عليهم. بس بتوقفها أليس عند حدها وبتمشي هي ورين ومعهم ايو. وبتقول أليس لرين احنا لو خدناه للمملكه ممكن يعذبوه او يقتلوه، انا بأمرك بصفه سيدتك اننا ما نروحش هناك للقصر الملكي. فبتقول لها رين تمام خلينا نروح لاقرب منطقه في نيبولوس دلوقتي. وعلى الجانب الاخر بتقول ريسا للقاده ايو اهم جند عندنا اتخطف بواسطه ساحره الجليد. فبيسالوها وانت ناويه على ايه؟ فبتقول له انا عرفت ان اتجه للمقاطعه الكاتورز في مملكه نيبولوس، ودي فيها السجن اللي محبوس فيها الساحر العظيم سالي اللي ثار قبل كده ضد مملكه نيبولوس. ففي فرصه ننقذ ايو ومعاه كمان سالي ونضمه للامبراطوريه. فبيقولوا لها مش سهل التفاوض مع سالي المغرور ده، بس ماشي اعملي اللي انت شايفاه. فبتروح ريسا للشله بتاعتنا وبتقول لهم هننقذ ايو، وبالنسبه لاقتحام مملكه نيبولوس فده الحل. وبتطلع عليهم جهاز فيه قوه نجميه وبتضربه في ايد نيني فبيعمل علامه زي بتاعه مسمس فبيتصدموا جدا. وبتقول ريسا ده جهاز بيخلي الشخص ساحر لمده اسبوع واحد بس، يعني هتقدروا تدخلوا المملكه كانكم سحرة نجميين عادي. وفي الوقت ده هنروح مقاطعه الكاتورز ننقذ ايو، ثم نتجه للقصر الملكي عشان نقبض على الملكه عشان دي مهمتنا. وبيطلق جين الجهاز في كتف مسمس مكان علامتها الحقيقيه عشان محدش يشك فيها، وبيطلق علامته هو في رجله من تحت. وبتوصل أليس ورين لمدينه الكاتورز وبيفوق ايو. فبيقول لأليس خاب ظن فيكي بقى اميره قويه زيك تستخدم حيله قذره زي دي. فبتتحرج وبتقول له ربنا ما انا درين هي اللي اتصرفت من نفسها. خلاص يا فنانه ده انت عدوة كيوت جدا يعني. وفي نفس الوقت بتكون الشله بتاعتنا نجحوا في الدخول بسلام ومحدش من جنود المملكه قدر يقفشهم انهم جنود امبراطوريين. وبعد كده بيروحوا لمقاطعه الكاتورز وبيقابلوا ريسا وبيقرروا يروحوا لسجن اوليو الشهير عشان ينقذوا ايو. بس المضحك ان أليس خدت ايو للفندق بتاع العيله الملكيه اللي ساكنه فيه، فحرفيا كل طرف في وادي بعيد عن التاني. وبتسيب أليس رين تراقب ايو. فبتقرر المجنونه دي تقتله عشان زي ما عرفنا عايزه أليس تركز على دورها كملكه قادمه. وبتمسك سكينه وبتهجم على ايو اللي بيكون مش فاهم حاجه بس بيفضل يتفاداها. وفي الوقت ده بتشتاق أليس لايو فبتروح تزوره، وهوب بتشوف رين حاطه السكينه عليه وهتقتله خلاص. وبيقول ايو لرين سيدتك جت يا بت. فبتقول له المسخره دي انت فاكر هتضحك عليا كده يالا؟ لو جت كانت اتدخلت. فبتقولها أليس كنت بتقول حاجه يا قلبي؟ فبتاخد الصدمه البت بقى وبتقول لها لا لا يا ست الكل دي طرطيش كلام بس. وبعد كده بتربط أليس سلسله في ايدها هي وايو عشان يفضل قاعد معاها في اوضتها وهي اللي تراقبه. وعلى الجانب الاخر بتكون الشله وصلت لسجن اوليو وبيقتحموه، وريسا بتروح بنفسها تتفاوض مع سالي. فبيقول لها انت مين ودخلت المملكه ازاي اصلا؟ فبتعرفه بنفسها وبتقول انا دخلت هنا بشكل رسمي على طريقتي بقى وجاي عشان احررك من السجن عشان تنضم لنا. احنا في الامبراطوريه قررنا نهجم على القصر الملكي ونقصر الملكه، وفكرنا ان ساحر رهيب زيك ممكن يساعدنا. وبعدين الملكه ميلا هي اللي قبضت عليك وسجنتك من 30 سنه برضه. فبيقول لها انت عايزانا ننتقم وكده؟ مش شغفي لا، بس عموما انا زهقت من القعده هنا فهاجي معاكي، شكلنا كده هنشوف مدعكه المدعكه يا شقيق. وفي نفس الوقت بتكون أليس قاعده تتكلم مع ايو وبتحكي له ان اخطر سجين في المدينه دي هو سالي الشيطان. فبيسالها ليه تم تلقيبه بالشيطان؟ فبتقول له لانه خان المملكه وهاجم الملكه الراحله جدتي. وبتجري انت قاطعهم وبتقول لأليس في مشكله، المملكه رصدت وجود دخلاء في كل المقاطعات حتى الكاتورز. فبتتصدم أليس جدا وحتى ايو هو كمان لانه ما يعرفش خطه ريسا. وفي اللحظه دي
وبيتم اطلاق صفارة الطوارئ، بس بيفجر سالي السجن بقوته الهائلة وبتخرج مع ريسا، وبتتصل ريسا بمسمس وبتقول لها ايو مش هنا، اخرجوا من السجن بس حاولوا ما تتمسكوش بقى. وبتعرف ريم باللي حصل، فبتقول لأليس في مشكلة اكبر، حصل انفجار دلوقتي في سجن اوليو، وعلى حسب كلام الحراس سالي الشيطان هرب. فبتتصدم أليس وبتقول دي مصيبة كده، ممكن يطارد الروح النجمية لامي، وبتقرر تروح تدور عليه وتقتله قبل ما يعمل كده. وبيطلب ايو منها تقول له على التفاصيل، لكنها بترفض عشان هو جندي امبراطوري، وبتسيبه محبوس في الفندق، بس بتديله منديل وبتمشي. وبيحاصر الجنود الشله بتاعتنا، فبتقرر مسمس تعمل حاجه مفيده وتبقى طعم، وبالفعل بتخرج وبتعمل نفسها ساحره هربانه من السجن، فبيجري الجنود وراها، ولما بيتجمعوا حواليها بيقضي عليهم جيني ونينو بالرصاص. وبيجي جيني يقول لها يا عبد الصمد، اخيرا يا مسمس عملت حاجه تثبت انك قائده. الفنان ده تخصص قصف جبهات تقريبا يا صديقي الصدوق. وبعد كده بتتصل مسمس بايو، والبت ما شاء الله عليها بترعبه، وبتقول له انهم هنا في المملكه وفي سجن اوليو كمان. فبيقول له نهار اسود، انتوا بتعملوا ايه هنا وايه اللي وداكوا السجن ده؟ فبياخد جين الموبايل من مسمس عشان ما تعكش الدنيا اكتر، وبيقول له ايوه هشرح لك كل حاجه بعدين، حاول بس تخرج من عندك وتلاقينا. فبيقول له ايوه انا ايدي مقيده ومش عارف افكها. فبيقول له دور على حاجه تساعدك. فبيفتكر ايوه المنديل، وبيقول وهو مصدوم تكونش عملتها البت دي، وبيروح للمنديل وبالفعل بيلاقي فيه مفتاح القيود، يعني عدوها، وسابت له وسيله للهروب. يا على الحب يا صديقي الصدوق. المهم بعد التلزيق ده بيفك ايو قيوده، وبيقول لجين انا جاي لك حالا. وبتوصل أليس للسجن وبتقول للحراس بصفه الاميره الثانيه أليس هتولى القياده للدفاع عن المملكه. فبينزلوا على الارض وبيخضعوا لاوامرها، وبيتجمع ايو اخيرا مع اصحابه وبيسترد السيفين بتوعه، وبيقول لمسمس خد الناس ورا الفندق اللي هناك ده واستنوا ربعايه وجاي. وفي الوقت ده بتواجه رين سالي وبتقول له تعالى لي يا مجرم يا خاين يا ابن الذين انت، وبتهجم عليه لكنه بيصد الهجوم بسهوله. فبتستدعى الوحش الحجر العملاق بتاعها وبتخليه هاجمه، لكن الشيء الصادم انه بيفرتكه لتحت حرفيا، وكمان بيتحكم في الصخور دي وبيطلقها على رين كهجوم معاكس، وبتتجرح رين وبتكون خلاص فريسه سهله. فبيطلق عليها سالي الضربه القاضيه بتاعته، لكن بتحصل مفاجاه غير متوقعه، بيتدخل ايو في اللحظه الاخيره وبيصد الهجوم بسيفه. فبيتصدم جدا انه قدر يعمل كده، وبتتصدم رين برضه انه انقذها. فبيقول لها انا انقذتك عشان الشخص ده عدو لأليس وبالتالي بقى عدوي. فبتقول له ده سالي الشيطان يا ابني. فبيقول لها ان شاء الله يكون سالي الجن الازرق ههزمه، بس بشرط انك ما تتقتليش معايا انا واصحابي لغايه ما نرجع الامبراطوريه. فبتوافق طبعا على شرطه، وبيقول سالي انت مين ياض اصلا، مش مهم انا كده كده هسحقك. وبيبدا الانفجارات بتاعته، بس كالعاده بيصدها ايو بسيفه. فبيتصدم سالي وبيقول ده اول مره حد يصد السحر النجم بتاعي، انت مين يالا انت يا جبان؟ فبيقول له ايو انا ما اتولدتش بالقدره دي اصلا. فبيستغرب سالي اكتر وبيقول له دي صدفه ولا منحه الهيه ولا ايه دي بقى؟ لكن ايو ما بيردش عليه، فبيهجم عليه هجوم قوي جدا، لكن ايو بيتفاداه وبيهاجمه هو. فبيتصدم جدا وبيقول له انت وحش فايت انسان ولا ايه يالا؟ وبيدور قتال شرس جدا بينهم، لكن محدش بيصيب تاني. وبتفوق رين اخيرا عشان تنضم لايو في القتال. فبيقول سالي المغرور وماله هدشملكم انتوا الاتنين اصلا سوا، وبيطلق عليهم ضربه سحر نجم مدمره اسمها النار المتجمده. فكالعاده بيروح ايو يصد الهجوم بسيفه، بس المره دي بتحصل حاجه صادمه جدا، السحر النجم بيتفاعل مع ضربه ايو فبيزداد قوه وبينفجر فيه. فبتتعصب رين جدا وبتقول لسالي انت لازم تموت دلوقتي حالا. فبيقول لها انت تاني يا بت، ده الواد الجامد بتاعك لسه مودع الملاعب. فبتقول له ها انت غلبان قوي، ايو ده غلب سيدات ساحره الجليد والمؤسسه كمان، يعني مستحيل تقتله من ضربه واحده. فبيقول لها بطلي هبل بقى، انا هقتلك زيه دلوقتي. بس فجاه بيهجم عليه ايو وهو سليم من غير خدش واحد، وبيقول له انا هنا يا ابن اللذينه. وطبعا سالي زينا بالظبط بيكون هيتجنن من الهبد ده، وبيقول لايو انت نجيت ازاي من الانفجار ده شيء مستحيل. وتخيل صديقي الصدوق نجا ازاي، استخدم قدره الجليد فجمد نفسه وسط الانفجار اللي يعادل قنبله نوويه. فبيتعصب سالي وبيهجم على ايو تاني بكل قوته، لكن بتصد الهجوم المره دي رين. فبيتعصب عليها وبيهاجمها، بس سبحان الله بتطلع أليس اللي ظهرت فجاه كده، وبتيجي لايو قوه الغضب، وسبحان الله تاني بيهجم على سالي وبيقدر يكسر سيوفه ولا كانها سيوف بلاستيك. فالواد المختل سالي بيقول انا مش هتهزم في قتال ابدا، وبيقوم ناطط من اعلى برج لقاع الارض وبيفلسع نفسه مش هتصدم لا صديقي الصدوق، شفت اعبط من كده بكتير. وبعد كده بتستقر الامور اخيرا في المملكه، وجنود الامبراطوريه بينسحبوا هم كمان، وبيركب ايو العربيه مع اصحابه عشان يرجعوا للامبراطوريه مره تانية. وبتقعد أليس تتكلم مع رين عن ايو انه شخص جامد زحليقه وكده يعني، بس بنشوف حاجه صادمه وعبيطه في نفس الوقت، احدى اخوات أليس وهي سيس قاعده بتراقبها من بعيد باستخدام قوتها الروحيه، واول ما بتسمع اسم ايو بتتصدم جدا. عارف ليه صديقي الصدوق؟ عشان سيس دي تبقى الساحره النجميه اللي حررها ايو من السجن ده، سبحان الله 100 مره بقى. وبعد كده بتطلب ميرا من بنتها سيس تروح في مهمه، فبتقول مدينه السميره مستقله مش محايده، وانا سمعت انها ناويه تنضم في تحالف مع الامبراطوريه، فانا عايزاك تروح هناك وتستخدمي قوتك الروحيه عشان تعرفوا هم هينضموا للامبراطوريه فعلا ولا لا. فبتوافق سيس بس بشرط من غير ما تاخد اي حراس معاها،
وبتيجي واحده من الفريق الطبي للامبراطوريه تتكلم مع شلتنا وبتقول لهم انتوا دخلتوا في مهمات خطيره كتير جدا ورا بعض، عشان كده قررنا نديكوا 60 يوم اجازه. فبتفرح مسمس جدا لان دي اكبر مده اجازه اخدوها حرفيا، وبتقول نيني تعالوا نستجم كده ونروح منتجع سياحي بعيد عن الامبراطوريه. وبتستعد سيس عشان تروح لمدينه السميره مع الخادم بتاعها شوار. فبيقول لها انت متاكده من قرار عدم اخذك حراس يا سيدتي؟ فبتقول له استنى هوريك اسهل من الكلام. وبتستخدم قوتها الروحيه وبتوري 2 حراس بيستعدوا لتدبير مكيده ما، وبتقول له القصر مليان ناس زيهم، انا مش واثقه في حد غيرك انت يا شوار. وبنشوف شخصيه جديده وهي إيليت الاخت الثالثه لاليس والسيس، وشكلها كده بنت مش سالكه عشان بتروح تتكلم مع المقنع وبتقول له في شخص من العيله الملكيه متحالف مع الامبراطوريه من ورا الستاره. فبيسالها مين الشخص ده لكن مش بنعرف حاليا. قالت ايه. وتاني يوم بتروح الشله بتاعتنا المدينه فيها منتجعات سياحيه كتير، وسبحان الله للمره المليون بتطلع مدينه السميره وبالفعل بيكون ايه واقف. فبتخبط فيه سيس بالصدفه سبحان الله تاني. فبيتصدم جدا وبيقول لها انت الساحره اللي بس قبل ما يكمل كلامه بتيجي بالصدفه برضه نيني. فبتختفي سيس كانها فص ملح وداب وبتجري بسرعه وبتقول وهي مصدومه المحارب الامبراطوري. بس انت عارف ايه المضحك صديقي الصدوق؟ الفنانه بتقول لشوار انا قابلت فارس احلامي تاني اخيرا. فارس ايه يا اختي؟ صبرنا يا رب على الانمي ده صديقي الصدوق. وبتقرر تروح له. فبتستخدم قوتها الروحيه وبتعرف الفندق اللي هو فيه وبالفعل بتدخل اوضته لكنه بيهجم عليها وبيثبتها عشان بيفكرها مغتاله. بس لما بيشوف وشها بيتصدم وبيقول لها انت جايه ليه؟ فبتقول له عشان اتكلم معاك. الجندي الامبراطوري ايو ممكن تيجي معايا لمملكه نابولس؟ وفي نفس الوقت بنشوف أليس بتبحث في اوضه سيس على حاجه وبتشوف جريده فيها خبر اعتقال ايو بتهمه تهريب الساحره. فبتصدم جدا وبتقول اخت سيس ليها علاقه بايو؟ انت لسه جايه تكتشفي دلوقتي يا فنانه؟ ده في مدعكه بتحصل في السميره هناك. المهم بتقول لها رين دي تلاقيها كانت بتبحث في امر ولا حاجه. فبتقول لها أليس تكونش سمعت كلامنا عنه؟ فبتقول لها صح واحنا في القصر، ممكن تكون شاكه انك متواطئه مع الامبراطوريه. فبتتصدم أليس جدا وبنروح لسيس اللي بتقول لايو انا ممتنه جدا ليك على انقاذي قبل سنه، خد دي كتعبير عن الشكر لاني ما شكرتكش وقتها. بس بيرفض ايو ياخد الهديه اللي بتكون اسوره ملكيه غاليه جدا وبيقول انا ما انقذتكيش عشان كده. فبتقول له انا قرات في الجريده بعد ما خرجت انك اتحبست بتهمه الخيانه عشان حررتني، وللاسف الخبر ده انتشر في كل حته بما فيهم المدن المحايده. فانا عايزاك تيجي معايا المملكه عشان الحياه تنكشف واقدر ارجع لك سمعتك وشرفك ورتبتك اللي راحوا بسببي. فبيقول لها انت مين؟ فبتقول له خدامه لاحد افراد العيله الملكيه. فبيقول لها واشمعنى انا؟ اكيد عندك تابعين كتير في القصر. فبتتعصب وبتقول له انا مش بثق في حد وبتقوم تمشي وبتسيب له الاسوار على السرير برضه. وبتطلب أليس من امها تروح مدينه السميره عشان تتكلم مع سيس. فبتوافق وبتكون أليس عايزه تعرف سيس ناويه على ايه. وبيعرف القاده في الامبراطوريه ان سيس لوحدها مع خادمها. فبيقرروا ينفذوا خطه الامساك بيها. وبتروح إيليت تقول للمقنع الاشخاص المتحالفين مع الامبراطوريه هم اخواتي، دي طلعت حربايه بجد عايزه تلبس اخواتها تهمه عشان تفوز هي بالانتخابات، يخرب بيتك يا شيخه. فبيقول لها المقنع وانت عايزاني اساعدك ازاي؟ فبتقول له انا لازم اوقفهم واحمي المملكه بس خايفه لما يجي الوقت ده مشاعري ناحيتهم تمنعني، فعايزاك انت تقوم بالمهمه دي بدالي عشان انا مش هستحمل يا وجع المشاعر يا بت. وعلى الجانب الاخر بتكون مسمس لسه قلقانه من حوار علامتها دي. فبيقول جين عندي حل، احنا نروح المتجر نشتري لزقه بنفس لون الجسم زي اللي كانت نورو مغطيه بيها علامتها طول فتره عملها كقائده وحده. فبتعجب الفكره مسمس وبتقول له موافقه. وبياخد ايه اصحابه الفندق الجديد عشان سيس ما تجيش تاني. بس على مين؟ الفنان بيلاقيها في وشه على طول. فبيروحوا المكان بعيد وبيسالها عرفت مكانه ازاي. فبتقول له قوتي الروحيه بتسمح لي اعرض الماضي القريب لاي حد كانه شريط فيديو، فشفتك النهارده بتتصل على الفندق ده وبتحجز ميعاد وصولك. فبيتصدم ايو وبيقول لها ايه القوه الجامده دي يا بت؟ قول لي صديقي الصدوق لو عندك انت القوه دي هتشوف بقى ايه، بس خليك سالك كده واخد بالك انت. وبتقول سيس انا كدبت عليك في حاجه امبارح، انا مش خدامه، انا الاميره سيس الوريثه الشرعيه للعرش. فبياخد ايو الصدمه تاني وبيقول لها ده كده الموضوع مش منطقي اكتر، ازاي بنت الملكه عايزه مساعدتي؟ فبتقول له في شخص من العيله الملكيه بيتامر للاطاحه بامي. فبيتصدم كلاكيت تالت مره وبيقول لها يا ليه كده؟ فبتقول له الشخص ده عايز حاجه اكبر من المملكه، لو امي ماتت المملكه هتشن حرب شامله ضد الامبراطوريه وبالتالي الجهتين هيحصل فيهم دمار. فالشخص ده يستغل الموقف ويقضي على العيله الملكيه تماما. وانا عرفت كده باستخدام قوتي بس مش عارفه مين الشخص ده، عشان كده قلت لك اني مش بثق في حد خالص. ودلوقتي انا بطلب منك تحميني وتقضي على الشخص الشرير اللي بيحاول يولع الدنيا ده عشان تحمي العالم بتاعنا من الدمار. فبيتاثر ايو الحساس وبيقول لها انا متفق معاكي بس برضه مش هروح المملكه. فبتتصدم وبتقول له ليه؟ الشخص ده لو قتل الملكه هيستولى على المملكه وبعد كده يشن الحرب الشامله زي ما شرحت لك. فبيقول لها رد ساذج جدا وهو انه عايز السلام بين الامبراطوريه والمملكه. فبتقول له فوق يا نجم، المملكه بتكره الامبراطوريه جدا ومستحيل تعمل معاهده سلام معاها. فبيقول لها اسف بس انا هفضل اقاتل لتحقيق هدفي، وعموما في شخص كويس ممكن تعتمد عليه في المملكه. فبتقول له مين ده؟ بس فجاه بيظهر المقنع من وراها. فبيقول ايوه ده الحقير اللي رمى مسمس في الدوامه. وبيقول المقنع لسيس انت متحالفه مع جند الامبراطوريه، اخص عليك
عليكي بجد، امك لو عرفت قلبها هينفطر. ما شاء الله نفس الحقاره بتاعت ايريت بالظبط. وبتقول له سيس بطل ترمي كلام من عندك يلا، انا مش متحالفه معاه. فبيقول لها انت حره تقولي اللي تقوليه، بس انا هقبض عليك بتهمه خيانه المملكه، اللي هو عافيه كده حرفيا. فبتهرب سيس باقصى سرعه لان ما عندهاش قوه قتاليه، بس فجاه بيقف قدامها وحش عملاق وشكله مرعب كده. فبيتصدم ايو وبيقول هو مرعوب، ده جند آلي من الامبراطوريه اللي جابه هنا. وبيروح ناحيته بس بيجي المقنع يقف قصاده وبيدور قتال بينهم. وبعد كده بتوصل شله ايو وبيطلقوا رصاص في الجو وبيهددوا المقنع. وبيقدر الجندي الآلي يتعرف على عدد مستخدمي السحر النجمي، طبعا مسمس من ضمنهم. فبيقول المقنع ركز على سيس فقط، لكنه بيتجاهله وبيهاجم السحرة النجميين بتوعه. وبعد كده بيطارد سيس اللي بتحاول تهرب، وبيتقاتل المقنع مع جين ومسمس من جهه، ومن جهه اخرى بيروح ايو يسد هجوم الجندي الآلي. وبتقول نيني لازم يوقف تشغيله قبل ما يرسل البيانات للامبراطوريه ويعرفوا ان مسمس ساحره نجميه هي كمان. وبتطلب من ايو يوفر لها شويه وقت، فبيقول لها خلصانه يا زميلتي. وبيروح يتقاتل مع الجندي الآلي وبيفضل يهاجم، بس الجندي الآلي بيطلع قوي جدا ومتدرب على القتال، بس بتتدخل نيني في القتال وبتساعد ايو عن طريق استخدام تقنيه معينه بتخلي صواريخ كتير تهاجم الجندي الآلي. وبالفعل بتنجح وبتتفجر الصواريخ فيه. وبيكون المقنع بيقاتل جين وبيقدر يوقع منه البندقيه والمسدس بتوعه، وبيرش جاز حوالين المكان عشان يولع فيه هو ومسمس، بس مش بيقدر السحرة اللي معاه يستخدموا سحر اللهب، وده لان مسمس بتنتج سحر الرياح بتطفي اي نار. فبيتصدم المقنع جدا، وفي اللحظه دي بيستغل شين ان رخي دفاعاته وبيطلق عليه رصاص في راسه وبينزف المقنع وبيتكسر قناعه، لكنه بيفضل مخبي وشه عشان محدش يشوف شكله وبيقرر ينسحب. فبيختفي على طول. وبنرجع للقتال بتاع ايو وبنشوف الجندي الآلي ما اتدمرش، وبيقول يتم التحويل من الطاقه الرئيسيه الى الطاقه الثانويه، وبيهجم عليهم بضربه مدمره من السحر الروحي لدرجه انها بتدمر الاخضر واليابس، بس بيتفاداها ايو ونيني بسلام. فبيقرر الجندي الآلي يعيد شحن نفسه عشان يهاجم تاني. فبتيجي نيني تهجم عليه بصواريخ لكنه بيصد هجومها بحاجز قوي جدا. فبيقول لها ايو خدي جين واهربوا وخلوا كل الناس القريبه من هنا يروحوا المكان بعيد. وبيكمل ايو قتاله مع الجندي الآلي، وبمساعده سيس بيقدر يقضي عليه تماما. بس فجاه بتحصل حاجه صادمه. بيقول الجندي الآلي خروج الجوهر وحش الكتلايك، وفجاه بيطلع منه ضوء قوي جدا بيسحب سيس جواه، وبيتكون من الضوء وحش الكتال المرعب. فبيتصدم ايو وبيقول ايه اللي بيحصل ده، وبيهجم على الوحش بكل قوته، بس بيصد الوحش هجومه وبيدور بينهم قتال عنيف جدا. والاول مره بيكون ايو على وشك الهزيمه، لكن بتظهر أليس في اخر لحظه وبتهاجم الوحش بسحرها الجليدي. وبيتعاون ايو وأليس وبيشنوا هجوم ثنائي قوي، لكن برضه الوحش اللعين ده بيصده. فبيتصدم أليس وبيهجم عليهم كمان، فبتصد أليس هجومه بالعافيه وبيتكلم كمان بس بلغه غريبه مش مفهومه. فبتقول أليس معقول يكون روح نجميه، وبيفضل يهجم عليهم ويدمر في المكان حرفيا. فبيتحد ايو مع أليس بكل قوتهم، وبالفعل بيروحوا يهاجموا الراجل الآلي في معركه رهيبه، وفي النهايه بيقدروا يقضوا عليه تماما. وبتظهر سيس مره تانية اخيرا. وبعد الجلد ده بنرجع للتحشيش بقى صديق الصدوق. فبتقول سيس لأليس انت على علاقه بايو يا اختي؟ فبتتحرج وبتقول لها لا ما اعرفوش. فبتقول لها حلو قوي، انت ياض بقيت فارس احلامي رسميا. فبتتحرج أليس وبتقول لها ما ينفعش الكلام ده، وبتصغر لايو كده. فبيقول لها ما ينفعش فعلا. وفي اللحظه ده بينقذوا نداء صحابه عليه. فبيخلع من جوز المجانين دول بسرعه، وبنشوفها بدايه جديده وهي ان سالي طلع لسه عايش، معرفش ازاي صديق الصدوق. وبعدها حاجه صادمه جدا وهي ان ميلا بتقول لبنتها ايلت انت اللي سربت مكان سيس مش كده؟ والسؤال الاهم انت اصلا ايلت الحقيقيه؟ فبتبتسم الحربايه دي ابتسامه خبيثه وبتضحك بشكل هستيري وبتقول ايه الهزار التقيل ده جلاله الملكه؟ فبتقول لها ميلا مهمه سيس كانت في غايه السريه، بس لسبب ما عائله زو كانت عارفه. فبتقول ايلت عادي احنا لازم نتنافس عشان انتخابات تعيين الملكه القادمه. فبتقول لها ميلا انت عارفه علاقه العائلات الملكيه الثلاثه ببعض؟ عائله لو عايزه تقلل ضحايا المملكه، وعائله هايدرا عاقله وبتدعم المملكه في كل حاجه، انما عائله زو متطرفه وعايزه تدمر الامبراطوريه وخلاص. فالعلاقه بين عائله لو وعائله زو معقده، بس لو انت عائله الحقيقيه مستحيل تبلغي عن سيس لعائله زو، وده طبعا لان سيس من عائله لو. فبتضحك عائله بشكل هستيري وبتقول لها كفايه بقى يا ملكه او يا منتحله شخصيه الملكه. فبتروح تعمل سحر عليها، والمفاجاه ان ميلا بتطلع مزيفه فعلا. ففي اللحظه دي بتيجي ميلا الحقيقيه وبتقول كده اتاكدت انك عائله الحقيقيه، لانك لو ما قدرتش تكشف الخدعه كنت عرفت انك مزيفه. لا طلعت صايعه برضه يا حاجه. وعلى الجانب الاخر بتشوف سيس مسمس قاعده، فبتقول لها انت مكشوفه، وبتروح تشد اللزقه اللي مغطيه علامه السحر النجمي. فبتتصدم نيني وبتقول لها انت بتعملي ايه؟ فبتقول سيس اللزقه دي مش هتدار الطاقه النجميه اللي مش بتشوفها العيون، بس لحسن الحظ انا عندي الحل، قابلوني في الكافيه كمان شويه. وبترجع أليس للمملكه وبتدي امها رساله من سيس، فبتكرهها وبتقول دي مشكله، المقنع متهم سيس بالتحالف مع الامبراطوريه ودي فرصه لعائله زو عشان تفوز في الانتخابات. وبتقول كمان مكتوب في الرساله ان سيس قابلت الجندي الامبراطوري اللي حررها من السجن قبل سنه، تعرفي اي حاجه عنه يا أليس؟ فبتقول لها لا جندي امبراطوري مين؟ انا ما شفتوش خالص. ورين المسخره قاعده تبص لها وبتقول في نفسها I
يا بت الكدابه. وبتروح الشله بتاعتنا كلها لسيس عشان يعرفوا الحل بتاعها ده، فبتقول لهم هقولكوا بس تعالوا معايا المملكه. فبياخدوا الصدمه بقى، وبيقول جين مملكه مين والناس نايمين يا حاجه، احنا لو رحنا معاكم والامبراطوريه عرفت هيقضوا علينا. فبتقول السوسه دي انتوا مش عايزين الامبراطوريه تعرف حوار مسمس، وانا معايا اللزقه دي وهي ماده خاصه اسمها نيوبالا بتقدر تخفي الطاقه النجميه كمان، لو جيتوا معايا وحميتوني هديكوا اللزقه دي، وبعدين انتوا مش هتخونوا الامبراطوريه لانكم هتحاربوا سحر نجميين. قلتوا ايه؟ فبيصدم ايه ومسمس برضه وبيقول تمام موافقين، وبيدعموا نيني وجين لان مسمس قائدتهم وعايزين ينقذوها برضه، وبيتفقوا انهم هيفضلوا معاها في المملكه لمده 30 يوم فقط. وبيسال جين سيس ليه السحرة النجميين مستهدفينك؟ فبتقول له في خاين عايز يعمل فتنه فتحصل حرب شامله بين المملكه والامبراطوريه، وانا بحاول اكشف الخاين ده بقوتي النجميه، عشان كده عايز يتخلص مني قبل ما اعرفه. وبتقعد سيس تتلزق في ايو، فجوز المضحكين نيني ومسمس بيغيروا وبيكونوا عايزين ياكلوها، بس بيمسكوا نفسهم عشان دي مهمه. لكن ايو في عالم موازي اصلا وبيفكر في أليس، ده بقى مكعب حب كده مش مثلث صديق الصدوق. وتاني يوم بيوصلوا مملكه نيبوليس اخيرا، وبيقعد ايو يتفرج على الشوارع والناس، وبتحكي له سيس عن نظام المملكه، وبيستخبوا في احدى المدن الصغيره لحد ما يقابلوا الملكه كمان يومين، عشان طبعا السحرة النجميين هيحاولوا يقتلوا سيس. وبتتفق سيس مع ايو انهم يراقبوا محطه التورا الجنوبيه عشان لو لقوا اي قاتل هيجي هاجم موقعهم يقضوا عليه. وبتروح أليس ورين هم كمان لمحطه التورا عشان يبحثوا عن سيس. وسبحان الله بنرجع للصدف تاني، وبتقابل أليس ايو في اكتر مكان عشوائي في الحياه، محل عصير في محطه القطر، وكالعاده بياخدوا الصدمه هما الاتنين. وبتساله أليس بتعمل ايه هنا، بس مش بيعرفها حوار مهمه حمايه سيس دي. وبييجوا 2 حراس من المملكه تبع ميلا، فبتزحلق أليس ايو عشان ما يتكشفش. وبتتكلم مع رين وبيتفقوا انهم يراقبوه، وبالفعل بيروحوا يراقبوه، وبيتصدموا جدا لما بيلاقوا سيس واقفه معاه. وبتقول أليس وهي متعصبه البت دي ناويه على ايه، وبتروح هي ورين يمشوا وراهم الاتنين. وبنشوف مشهد مسخره جدا يعني، سيس بتمشي وهي ماسكه دراع ايو وبتتلزق فيه، فبتتعصب أليس وبتقول ايو بتاعنا يا بنت اللذينه، انا هعمل منك تمثال جليدي وابيعك لمحل مجوهرات. وبتفضل تاكل في نفسها كده، وكالعاده بتتدخل رين وبتقول لها اهدى الله يخرب بيتك هتودينا في داهيه. وبعد كده بتروح تتسلل وبتقابل الاتنين وبتسالهم عن اللي حصل، فبيقول لهم ايو انه هنا عشان خاطر ينقذ مسمس، وبتشرح لها سيس كل حاجه. وبعد كده بيفهم ايو رين لوحدهم ان سيس هي اللي عرضت عليهم المساعده في مقابل حمايتها لمده 30 يوم من الشخص اللي عايز يقتلها. فبتاخده رين لاوضه أليس وبتقول له اشرح لها بقى كل ده بدل ما تعمل معاك الجلاشه. وبالفعل بيروح ايو يتكلم مع أليس وبيفهمها الحوار كله، فبتفهم موقفه وبتقول له خلاص مش غضبانه منك. وبتكون ميلا وإليت وشويه من اتباعهم في القصر الملكي بيستعدوا لحضور اجتماع للعائلات الملكيه الثلاثه. وفجاه بنسمع صوت المقنع بيقول باي باي عائله لو، وفجاه بيحصل انفجار مدمر بيهجم عليهم عن طريق القوه النجميه. بس في اخر لحظه بتستخدم ميلا سحر الرياح بتاعها وبتصد الهجوم، لكنها بتتصاب في ايدها وبتتصاب إليت برضه وبتنزف دم. وبتقول إليت انا سمعت صوت المقنع قبل الانفجار ولا انا بيتهيألي؟ فبتقول لها ميو لا انا كمان سمعته فعلا. وبيقول الاتباع نفس الكلام. وتخيل صديق الصدوق بيعمل المقنع ايه، بيجي بكل بجاحه حرفيا وبيقول فيها يا جماعه. فبتقول له ميلا في واحد حقير كده حاول يقتلني. فبيتصدم وبيقول لها لا ما تقوليش هو مين ده. فبتقول له انت يا روح خالتك. فبيعمل نفسه بريء وبيقول لها انا لا. فبتقول له لا امي يالا، وبتخلي 2 من اتباعها يقبضوا عليه. وفي اللحظه دي بيجي تالي وده رئيس عائله هايدرا، وبيقول لميلا الهجوم ده كبير جدا واكيد المقنع مش لوحده، ممكن تكون عائله زو او حد من الامبراطوريه متورط معاه، عشان كده هعين مساعدتي فيشي تبحث في الامر. وبتظهر فيشي وبتكون شكلها كده مش سالكه خالص، بس إليت بتوافق وبتقول انا بدعم كلام تالي. فبتقرر ميلا تسمع كلامهم وبتقول لتالي وفيشي تمام انا هعتمد عليكم في المساله دي، بس مع نفسها بتقول انا محتاجه لقوه سيس عشان اعرف المجرم الحقيقي. وبيعرف قاده الامبراطوريه ريسا بالهجوم اللي حصل على ميلا ده. فبتقول انتوا عندكم شخص في المملكه بيساعد الامبراطوريه ولا ايه؟ فبيقولوا لها في شخص فعلا بيتواصل معانا من هناك بس مش بيذكروا هويته. وبعد كده بتحصل حاجه قمه في الصدمه، بيجي كل الجنود اصحاب رتبه التلميذ المقدس، فبيامرهم القاده بمهمه خاصه وهي قتل الملكه ميلا. وفي نفس الوقت بتعرف الشله بتاعتنا ومعهم سيس اللي حصل ده عن طريق الجريده. فبتصدم سيس جدا وبتقول انا لازم ارجع القصر عشان اعرف مين القاتل الحقيقي. وبتشرح لجين ونيني ومسمس قوتها النجميه المميزه. فبيقول جين يعني كده انت الشخص اللي هيستهدفوه بدل الملكه. فبتقول له بالظبط كده، فانا عايزاكم تحموني بكل قوتكم. وبتتصل ميلا بأليس وبتعرفها اللي حصل في القصر، وبتقول في خاين من العيله الملكيه هو اللي حاول يقتلني، عشان كده لازم سيس ترجع القصر وتكتشف هو مين بقوتها النجميه. انت عرفت هي فين، بس لسبب ما بتكذب أليس وبتقول لها لا لسه ما لقيتهاش. وبتستعد أليس عشان ترجع القصر وبتقول لرين خليك انت هنا مع سيس. وبتكون سيس قاعده مع الشله في البيت، وفجاه بيحصل انفجار في المنطقه. فبتروح تستخدم قوتها النجميه عشان تعرف مين الفاعل، بس فجاه الفاعل شخصيا بيظهر قدامها وبيطلق عليها سحر الجاذبيه المدمر. لكن لحسن الحظ بينقذها ايو في اللحظه الاخيره، وبيطلق جين كذا طلقه على البنت الغريبه دي، بس الصادم ان الرصاص مش بيأثر فيها وبتهجم عليهم بسحر الجاذبيه تاني.
تاني لكنهم بيتفادوه بالعافيه، وبيروح ايو يهجم عليها بس بتصد هجومه بسهوله وبتكشف عن غطاها وتصادم انها بتطلع فيشي. يعني عيله هايدرا كانت هي اللي ورا محاوله قتل الملكه، وبطريقه ما لبسوها للمقنع ولاد الابالسه دول. وطبعا بتتصدم سيس جدا وبتكون مش فاهمه حاجه، وبتتحول المختله دي لهيئه مرعبه جدا اشبه بالوحش، وبتقول انا هقضي على عيله لو تماما، وبتطلق ضربه سحر مدمره حرفيا على سيس. لكن بصعوبه بيقدر ايو يصد الضربه بسيفه، وبيامر صحابه ياخدوا سيس ويهربوا وهو هيكمل القتال. وبالفعل بيدور قتال هو الاقوى على الاطلاق منذ بدايه القصه. فيشي بسحر الجاذبيه الفتاك بتهاجم، وايو بسيف القوي بيصد، بس بتطلع فيشي الدهيه دي قويه بشكل مش طبيعي، فبتطلق عليه ضربه اسمها رصاصه سحر الجثه. والاول مره بنشوف ضربه بتاذي ايو ومش بيقدر يصدها بسيفه. دي طلعت اقوى من المؤسسه شخصيا ما شاء الله صديق الصدوق. بس بيحاول ايو يستجمع قوته وبيقول مش هخسر قدام ساحره نجميه. فبتقول فيشي بس انا مش ساحره نجميه، انا حاجه اعلى من كده. فبيقول لها مهندسه يعني ولا ايه يا اختي؟ عموما مهما كنت مين هقتلك. وبيغضب ايو وبيمسك سيفه وبيهجم عليها، فبتقعد تطلق عليه رصاصات سحر الجثه. بس سبحان الله بيقدر ايو اللي ما كانش قادر يصد اي رصاصه دلوقتي بقى ينط عليهم زي درجات السلالم. ما تقوليش ازاي صديق الصدوق. وعن طريق العبط ده بيقدر يوصل لفيشي وبيضربها بسيفه، فبتقع لسبع ارض وبيقضي عليها الوحش الحجري التعرين. وبعد كده بتتاخد فيشي في عربيه محصنه عشان تروح السجن، وبتشوف سيس العربيه فبتقول لايو هي كانت خصم مرعب. فبيقول لها مرعب بس ده انا كنت اعملها على روحي يا اختي. فبتقول له بنبره مذعوره كده انا شفت وحش اكتر رعب منها، انا لسه فاكره الليله دي وبرتجف كل ما افكر فيها. وبتبكي بخوف كده وبتقول انا حاسه بساحره حالكه السواد ومرعبه اكتر منها. فبيقول لها ايو انت قطعت طريق طويل عشان تلاقيني، فانا بوعدك ان احميك من اي مخلوق مهما حصل. فبتفرح جدا وبتطمن. وبعد كده بنشوف ميلا بتتكلم مع اليس وبتقول عيله هايدرا انكروا علاقتهم بفيشي وقالوا انها بتتصرف من نفسها، ولسه بيتهموا المقنع وعيله زو بمحاوله القتل. فبتقول اليس احنا لازم يكون معانا دليل ملموس. فبتقول ميلا بالظبط كده لازم سيس ترجع، هو شوار فين؟ فبتتصدم اليس وبتقول هو مش هنا، ده المفروض يكون رجع امبارح. وفي اللحظه دي بتقاطعهم اليت وبتقول شوار مش هنا صح؟ فبتقول لها اليس وانت عرفت منين؟ فبتقول لها لا ده انا بخمن بس، عموما لازم حد دلوقتي يروح يجيب سيس. فبتقول لها ميلا ومين بقى هيروح؟ فبتقول لها بنبرتها الخبيثه انا طبعا، دي اختي الصغيره حبيبه قلبي، حبك بورصه يا شيخه. وعلى الجانب الاخر بتعرف سيس والشله بتاعتنا بحوار اختفاء شوار، فبتتعصب سيس وبتقول انا لازم ارجع واكشف المجرم الحقير ده. بس بيرفض ايو عشان هي دلوقتي مصابه بالحمى، وبيقول لها ثقي فينا وكل حاجه هتبقى تمام، وبيوعدها انهم هيتحركوا لما تخف شويه. فبتوافق سيس وبتقول لهم انا عايز اكل وجبه دافيه كده ترم عظمي. فبيعمل لها الواد شوربه خضار. فبتقول له انا ايدي وجعاني مش هعرف اكل بنفسي، اكلني انت يا حساس. فبيقول لها ما كانت سليمه من دقيقه يا محنو. فبتقول له اسمع الكلام يلا عشان اخف. فبيقول لها ماشي صبرني يا رب، وبياكلها في بقها فعلا. فبتاخد منه المعلقه وبتقول له دورك بقى افتح انت بقك. فبيقول لها ايه ده يا فنانه؟ فبتقول له الاكل هيبرد يا عم يلا هم يا جمل، احنا بنتعرض للعبط الرومانسي يا صديقي الصدوق دلوقتي. وبنشوف إيليت بتقول امي رفضت اروح اشوف اختي، بس انا بعشق مخالفه الاوامر. والله شكل الحربايه دي هي اللي هتطلع ورا كل اللي بيحصل صديقي الصدوق. وبالليل بتتصل ريم باليس وبتقول لها سيس ركبت القطر الليلي وهتوصل بكره الصبح للعاصمه. فبتقول ميلا انا هرسل 2 من الحراس بتوع للمحطه عشان يقابلوها. وبالفعل تاني يوم بتوصل سيس والشله بتاعتنا للمحطه، بس فجاه بتظهر قدامهم راس البلا إيليت. فبتتصدم سيس وبتقول لها المفروض يكون حراس الملكه هنا، انت بتعملي ايه يا وليه؟ فبتقول لها انا جاي اشوفك عشان وحشتني يا اختي. وبتفضل الحقيره دي تتهم سيس بالخيانه عشان متحالفه مع جنود امبراطوريين، وبتقول لهم وانتوا كمان خونه للامبراطوريه عشان متحالفين مع ساحره نجميه وما شاء الله عماله تتبلع على الكل. فبيقول لها جيني انت عايزه ايه يا بت؟ فبتقول له عايز اشكركم على انقاذ اختي، فتعالوا معايا المصيف. فبيقول لها وتحتجزينا كرهائن بقى. فبتقول له لا ده احنا هنستمتع بوقتنا مش اكتر. لكن بترفض سيس وبتقول لها انا لازم اروح القصر. فبتمسكها الحربوه دي من رقبتها وبتقول لها لا هنروح المصيف يا اختي. وبتكون رين واقفه تتنصت عليهم، فبتتصل باليس تعرفها على طول. فبتروح اليس تقول له امها قالت خطفت سيس. فبتقول لها ميلا سمعت بكده روحي للمصيف انت كمان ورجعي سيس باي طريقه، قالت خلفت اوامري وشكلها كده ناويه على حاجه. فبتقول لها اليس بنبره جاده ما تقلقيش يا امي انا هحبط كل مخططات البت العقدي. وبنشوف حاجه هتخلي الحرب بين الامبراطوريه والمملكه تبدا والاحداث تشتعل حرفيا. التلاميذ المقدسين وصلوا لمملكه نوبلس اخيرا، وبيكونوا 6 اشخاص وهم بالترتيب نيوتن وغار وماي ونيم ويوها وريسا. وبتكون مهمتهم زي ما عرفنا القضاء على الملكه ميلا، ومعاهم كمان رئيس عيله زو الساحر غرولي واليس وكش. بس مفيش اي شخص من عيله هايدرا، يعني بالبلد كده الرئيس المتواطئ مع الامبراطوريه هو تالي. ولحد المشهد الحماسي ده بينتهي الجزء الاول من الملخص صديق الصدوق. يا ترى التلاميذ المقدسين هيقدروا ينفذوا مهمتهم ولا لا؟ وهل اليس هتنجح في انقاذ سيس وترجعها للقصر عشان تكشف المجرم بالدليل القاطع؟ وايه موقف ايه واصحابه من الحرب اللي هتحصل دي؟ كل ده واكتر هنعرفه في الجزء الثاني ان شاء الله لما باقي حلقات الانمي تنزل. وبس كده. وفي النهايه لو عجبك الملخص ما تنساش تحط لايك للفيديو وتعمل اشتراك للقناه وتفعل كمان الاشعارات عشان
عشان توصلك انمياتنا اول ما تنزل. سلام.